طيب أنا النهارده جاي أكلمك عن حاجة مهمة جدًا تمام، وعايزك بس إن أنت يعني تحاول إن أنت تفهم كلامي، وإن أنت ما تفكّرش لثانية واحدة إن أنا مثلًا ممكن أكون بانظّر عليك أو باقول لك اعمل إيه أو ما تعملش إيه، أو جاي أقول لك الله ده أنا جاي أقول لك حاجات حلوة فيّا وحاجات باعملها، يعني لأ، كلنا بني آدمين وكلنا بنغلط. أكتر حد كويس في الحياة وأكتر حد متديّن في الحياة هو بيغلط وبيعمل ذنوب وما فيش أي مشكلة، بس أنا جاي أقول لك كده حاجة صغيّرة، حاجة مش كلنا بنعملها. أنا الحمد لله من فترة باحاول إن أنا أعوّد نَفْسي إن أنا أسمع دين أكتر. بمعنى إيه؟ بمعنى إن إحنا كشباب أو أي حد ممكن يكون مش قريّب من ربنا، إن إحنا مش بنحاول إننا نجبر نَفْسنا إن إحنا نسمع دين. مش معنى اللي هو إيه، لأ، يعني إيه تجبر نَفْسك الدين؟ أنت كده يعني هتسمع دين لو لمّا تيجي تقرّب وتيجي يبقى خلاص أنت تُبت فهتسمع دين كده. لأ، في حاجة اسمها إن أنا هاجبر نَفْسي إن أنا أقعد واسمع دين. أنت بتجبر نَفْسك على كل حاجة في الحياة. في كورس أنت مش قادر تروحه، بس أنت مضطر إن أنت تروحه عشان بعد كده تبقى جامد في مجال معين. بتروح الكورس بتاع اللغة دي عشان أنا عايز أتطور في اللغة دي، عشان أشتغل في أماكن أحسن، عشان أقبض أحسن، عشان أبقى في بوزيشن أفضل، عشان أقدر أتجوز، عشان أقدر أعمل بيت كويس، عشان أقدر أعمل أسرة. فأنت كورس مش جاي معاك، المذاكرة مش جاية معاك، بس أنت بتعمل كده عشان أنت عايز تطور من نفسك، عايز تكون أحسن. إحنا ما بنعملش كده مع الدين، ما بنروحش نجبر نفسنا إن إحنا نسمع دين، بنجبر نفسنا على كل حاجة. زي ما بقول لك مع الدين، أنا مش قادر أسمع دين. الدرس ده مش قادر أسمعه. الشيخ ده بيتكلم مش قادر، مش عارف أسمعه، مش قادر. لغته مش جاية معايا، مش عارف بيتكلم كده ليه. طب أنت جربت مثلا تسمع حد تاني؟ يعني ما أنت مثلا في الكورس ولا في أي لغة ولا في أي حاجة بتحاول إن أنت تتعلمها، يعني بتروح تجرب واحد واثنين وثلاثة لحد ما واحد بينفع معاك. مش معنى في دي بتيجي تقول لا ده أنا مش عارف أسمعه، مش قادر أسمعه، مش داخل قلبي، مش قادر أستوعب الكلام اللي هو بيقوله. روح جرب واحد واثنين وثلاثة وعشرة لحد ما هيجي معاك، لحد ما هتتعلق بالكلام. وبعد كده الموضوع مش هيبقى ليه علاقة بالأشخاص، أنت هتبقى بتسمع المحتوى، لأن في الأول والآخر الكلام واحد، الطريقة هي اللي مختلفة، الأشخاص مختلفين. طيب أنا بس الفكرة إن أنا ببقى خايف شوية من فكرة إن الناس تشوفك إن أنت بتنظر علينا يا عم، أنت مش عارف إيه. أنا لحد دلوقتي في أوقات بتعامل وبسمع دين وكويس، وفي أوقات ما ببقاش قادر أو ببقى بقعد أبعد. عارف أنت الفكرة دي اللي هو أنت بتحس إن أنت دلوقتي أنت حاسس إن أنت قريب، زي مثلا في رمضان تحس إن أنت قريب من ربنا قريب، ممكن بعد رمضان تحس إن أنت بتبعد. الفكرة إن أنت أول ما تحس إن أنت بتبعد، لأ، ترجع تاني وتجبر نفسك تاني. أنا عمري ما بادعي المثالية وإن أنا مثالي وإن أنا عشان أنا باقول لك مثلًا إن أنا اتعلمت إن أنا أسمع دين وكده، إن أنا خلاص أنا باسمع دين دايمًا 24 ساعة. أنا باسمع دين 24 ساعة، أنا عمّال أتدبر القرآن، لأ خالص. أنا باقول لك أنا باقعد أقرّب وبابعد، باقرّب وبابعد، باقع في حاجات مش كويسة، بس باحاول أقوم منها، باحاول إن أنا أتعافى منها. عمري ما بادعي المثالية، وعايزك كمان أنت تكون كده. مش أي حد بيكلمك في الدين فخلاص يبقى خلاص ده بيكلمني في الدين فده مش بيغلط. الدين مش أشخاص، ما تحكمش على الدين من الشخص ده خالص. قبل رمضان بفترة كده أنا كنت شغال على فيديو بتاع تحدي 15 يوم إن أنا أصلي الفجر يعني، وكنت عايز إن أنا أشاركه مع الناس وكده. فكانت تجربة حلوة جدًا بالنسبة لي وفادتني كتير إن أنا باصحى أصلي الفجر وكده. ليه مش هاضبط في الباقي؟ ليه مش هاضبط؟ ليه هاقعد أذبذب في الصلاة؟ ليه مش هاخليها أولوية بالنسبة لي؟ موضوع الصلاة ممكن نبقى نرجع له بعدين، يعني في كلام كتير عن الصلاة. فالمهم إن الفيديو ده فرق معايا جدًا وخلاني إن أنا أضبط في موضوع الصلاة ده. والفيديو يعني أنا فخور بيه جدًا، ويعني من الفيديوهات فعلًا فخور بيها. ما ضبطتش في كل الأيام، بس ممكن تروح تتفرج على الفيديو، يعني فيديو حلو جدًا. بس مش ده موضوعنا يعني. موضوع إن أنا أسمع دين وإن أنا أحب أسمع دين، زي ما قُلت في الفيديو بتاع حازم اللي هو شبه وثائقي اللي أنا نزّلته عن حازم الصديق ده، اللي هو يعني بالمناسبة كان سبب من أسباب إن أنا أبتدي أسمع دين عادي مش دين مدارس، زي ما قُلت في الفيديو. إن أنت زي ما قُلت لك ما تجربش مرة واحدة. لو أنت جربت مع حد واحد فأنت خلاص أنت مش قابل للشخص ده مثلًا، مش عارف تاخد منه المعلومة، فخلاص بتفصل خالص. وأنا مش عايز أسمع بقى وأروح أتفرج على فيديوهات بقى تحديات ولا أيًا كان. أنا عن نفسي الموضوع ما جاش من مرة واحدة، وإن أنا مرة واحدة بقيت اللي هو أنا باحب أسمع الشخص ده وهو بيتكلم، الشيخ ده وهو بيتكلم، ولا الشاب الجميل ده وهو بيتكلم عن الدين مثلًا. الموضوع ما جاش مرة واحدة، الموضوع جه مرة و2 وسمعت ده وسمعت ده. والحمد لله والشكر لله ربنا حط في طريقي شوية شباب كده، منهم حازم اللي أنا اتكلمت عنه في الفيديو اللي فات، إن هو كان بيتكلم بطريقة كويسة، طريقة شبابية شوية، حاطط المحتوى بتاعه الفلوجز معاه الدين. فأنت الموضوع قبلته وحبيت الموضوع. بعد كده أنت بتبتدي بقى خلاص أنت بتعرف الموضوع، فبتبتدي تشوف ناس تانية، بتبتدي تشوف ناس أكتر علما. ده مش عيبا في حازم خالص، بس هو عادي، هو برضو الدين والعلم درجات، ففي ناس أكتر من حازم علم عادي ما فيهاش أي مشكلة. أنت بتبتدي تروح للناس دي وتشوف منهم حاجات برضو أكتر، وبتبتدي تعرف إيه اللي حواليك وإيه الدنيا. وأنا كنت الدين إيه؟ طب أنا عايز أعرف، طب عايز أتعلم، طب أنا بحب الكلام ده، طب أنا عايز أعمل بقى
بقى بيه، مش اسمع وخلاص. كل ده لازم تجبر نفسك عليه، وهي الفكره الاساسيه من الفيديو ده اللي هو اجبر نفسك عليه. ومش فكره ان انا بقول لك اجبر نفسك عليه فاللي هو بالعافيه. طب لا، انا عارف ان انت مسلم، وانا عارف ان انت فعلا بتحب الاسلام، وان انت عايز تبقى كويس مع ربنا وكل الكلام ده. بس الفكره ان انت ادي لنفسك فرصه. يعني انت بتدي نفسك فرصه في كل حاجه. انت في كل يوم من ساعه ما كنت صغير في ابتدائي، اعدادي، ثانوي، كليه، لحد ما خلاص انت دلوقتي بقيت بتشتغل وبسم الله ما شاء الله، خلاص يعني خلاص هتتجوز وتخلف، وانت كل يوم بتنزل من بيتك. انت مش عايز تنزل بس لازم تنزل، لازم تروح المدرسه عشان الغياب، لازم تروح الكليه عشان عندي سيكشن الدكتور هياخدني غياب، لازم اروح الشغل عشان هيخصموا مني فلوس. بس نيجي بقى وقت مثلا الصلاه، مش قادر انزل. لا، اجبر نفسك. انت كل يوم بتجبر نفسك على الدراسه وعلى المذاكره وعلى الشغل وكل الكلام ده. اجبر نفسك على الصلاه، خليها اولويه. اجبر نفسك ان انت تسمع دين، ادي لنفسك فرصه ان انت تسمع دين. اجبر نفسك وادي لنفسك فرصه، عشان لازم دي حاجه ليا وليك. احنا بنعمل كده عشان احنا نبقى كويسين. عشان انت لما تقرب وتعرف اكتر عن الدين بتاعك وتبقى كويس مع ربنا، هتبقى نفسيا احسن بكتير. حاجه من الحاجات برضو اللي انا عارف ان هي بتصعب ان انت تسمع دين وانك تقرب من ربنا، الحاجات الذنوب اللي انت بتعملها او الحاجات اللي انت شايف انها فعلا حاجه حرام وان انا المفروض ما اعملهاش، المفروض ما اعملش الحاجه دي، بس انت غصب عنك بتعملها او بتعملها عشان انت بتحبها ومش قادر تسيبها. حاول ان انت تجاهد نفسك فيها ان انت تبطلها، ان انت تحاول ان انت تبطل الحاجه دي. لان كتر ما انت بتعمل الشيء الذنب ده او الحاجه اللي انت المفروض ما تعملهاش دي، وعمال تعملها ومش بتجاهد نفسك ان انت تبطلها، ده هيخليك بعيد، ده هيخليك فاضل بعيد، مش هتقرب. كلنا بنجاهد ذنوب تقيله وشهوات وحاجات فينا احنا مش عارفين نتخلص منها، بس بنحارب ان احنا نبطلها، نبقى ما بنعملش الحاجه دي. كل واحد بقى عارف الحاجه الغلط اللي هو بيعملها في حياته ومأثر عليه ومبوظها قلبه، فنحاول ان احنا نشتغل على قلبنا ونظبطه ونحاول نجاهد. انا عارف ان الموضوع صعب وعارف ان الموضوع تقيل، وانا ممكن اكون يعني كنت شديد قوي في الكلام معاك وكده، بس عشان في حاجات ما بتجيش كده، مش هتيجي ان انا قاعد وان هو انا مش قادر اسمع، انا مش قادر اعمل ايه. في حاجات لازم، لا انا لازم اربي نفسي واجبر نفسي ان انا اعمل كده، عشان دي حاجه ليا ان انا بعد كده ابقى كويس، ابقى مسلم كويس، وبالتالي هبقى انسان كويس واعرف اتعامل في الحياه الشقيه اللي احنا عايشين فيها دي. فانا بحاول وانت بتحاول، وكلنا عندنا ذنوب، وانا اكتر واحد فيكم، وبجاهد في حاجات كتير غلط انا بعملها، وبحاول ان انا مبقاش بعملها، وبحاول ان انا اقرب، وبلاقي نفسي بعدت فتره، بحاول ارجع نفسي، يلا بينا نرجع، مش عايزين نبعد، مش عايزين نرجع زي ما كنا، عايزين نبقى قريبين على قد ما نقدر. حاول ان انت تبقى قريب من ربنا، او ان انت تبقى يعني تمام وكويس، وانا بحبك، عارف ان انت عايز تبقى كويس، والله المستعان، ربنا معانا وبس. يعني انا مش عارف اكتر فيديوهات اللي انا اتكلمت فيها بعفويه، الحمد لله، وان شاء الله يعني يكون الكلام كان مفيد ليك، واتمنى ان انت تكون فهمت كلامي وما خدتهوش بمعنى اخر ان انا بنظر بقى وانت مش عارف ايه، انت بتقول لي كذا. اتمنى، وانا عارف ان انتوا ناس يعني عاقلين وكده ومش هتاخدوا كلامي بمعنى اخر. يعني انت زي اخويا، وانا يعني بحاول اشارك معاك، بس بشارك معاك الحاجه اللي انا بفكر فيها. بس كده انا قلت كل اللي عندي، والحمد لله ان شاء الله يكون كلامي نفعك ومفيد. وبس كده، سلام، واراكم في الفيديو القادم، اراكم المره القادمه.